علبة المناديل دي لقيته بيقول الواحدة ب10 جنيه، فقلت اجيبها كده اجربها، يعني سعرها هادي شوية، ولو حسيت ان هي كويسة ابقى اجيب منها 2 3 ان شاء الله. فجبتها ولسه هجربها بقى ان شاء الله وهقول لكم بإذن الله النوعية دي كويسة ولا لا. جبت كمان نص كيلو من الفاصوليا البيضة، النص كيلو ب40 جنيه. وجبت كمان نص كيلو من الترمس، آه مش فاكرة بصراحة جبت الترمس بكام، ب20 او ممكن يكون ب20 يعني. وجبت كمان ربع حمص ب20. وجبت كمان نص كيلو من العدس الأصفر، يعني العدس مهم جدا بقى اليومين دول، شوربة العدس وكده. جبت نص كيلو، يعني أنا في العادي بجيب ربع بربع، بس المرة دي جبت نص كيلو علشان بحب أزود العدس في الشتاء وكده، علشان يقوي المناعة وكده. جبت نص كيلو ب30 جنيه. جبت كمان نوعين مكرونة، دول بصراحة أنا عندي مكرونة بكمية كويسة، قلت هجيب دول واخليهم برضو لرمضان. جبت كيسين، الكيس ب25، الاتنين ب50 جنيه. لقيت كمان المبشرة دي كان بيقولي ب35، قلت خلاص مش عايزة. فلما جيت همشي قال لي خلاص تعالي خديها ب20. أنا عندي واحدة بس حبيت إن يكون في الدور الأرضي فيه واحدة والدور التاني فيه واحدة، بحيث إن كل مكان مش لازم أطلع وأنزل أجيب المبشرة، لأ يبقى عندي المبشرة موجودة، يعني كل واحدة في كل مطبخ يبقى فيه مبشرة. فجبتها ب20 جنيه. دي كانت مشترياتنا النهاردة بالأسعار، ولسه مستمرين في تقديم مشترياتنا، ما تستعجلوش وما تخطوش الفيديو، تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان مليان أفكار حلوة جدا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يلا بينا ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وان تعيد لهم الارض المقدسة، وان تجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اتمنى يا بنات تشاهدوا الفيديو ده، لان الفيديو اللي فات بصراحة احبطني جدا، ما جابش مشاهدات خالص مع ان فيه افكار حلوة جدا. فاتمنى الفيديو ده تشوفوه وتدعموني بلايكاتكم الحلوه، وتعملوا شير للفيديو، وتكتبوا لنا تعليق حلو منكم علشان اتشجع واقدر اقدم لكم افكار ووصفات احسن واحسن باذن الله. هنا بقى ابتديت ألملم الحاجه بتاعتي واشوف كل حاجه احطها في مكانها. اهم حاجه قبل ما نروح السوق، وقلنا اكتر من مره، تشوفي درجه الخزين بتاعتك محتاجه ايه، ناقصها ايه، ايه اللي محتاجه تزوديه، ايه اللي موجود عندك ومش محتاجه تجيبي منه، ايه اللي انت محتاجه تجيبيه وتخليه رمضان. الحاجات دي كلها بتفرق جدا يا بنات. بالنسبه للبرتقان، احنا كنا بنفرز البرتقان لرمضان، بس اليومين دول رمضان هيجي ان شاء الله كل عام وكل الامه الاسلاميه بالف خير يا رب. رمضان هيجي وفي برتقان في السوق، وكمان